إن هو إلا وحي يوحى. بل الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته زينب بنت جحش، فقال لها ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، الشر قد اقترب وويل للعرب من هذا الشر. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا، السد بدأ الآن ينخر، وفي أحد النبي فتح قدر هكذا. فقالت زينب رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فينا العابدون، فينا المخلصون، فينا المتصدقون، فينا الصائمون، فينا الراكعون الساجدون، هؤلاء ما ينفعون إلا أنفسهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني نهلك وفينا الصالحون، بشرط إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في أمة الإسلام وفي أمة العرب خلاص هلك الناس جميعا. ما يشفع لهم أن فيهم إنسان يصلي، فيهم ناس تتصدق، فيهم ناس تقرأ القرآن، فيهم أناس يذكرون الله، بل قد يبدأ العذاب بهؤلاء. ليش؟ لأنهم ما تحركوا وما تكلموا. يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم في هذا السد، وبدأ السد ينخر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا البعض منا لا زال غافلا، لا زال في غفلته، لا زال لم يستعد لزمان يأجوج ومأجوج. السد الذي بناه ذو القرنين بين الناس البشر جميعا وبين يأجوج ومأجوج نخر، فتحت فيه فتحة، والقوم يحفرون كل يوم وهم مفسدون في الأرض، والله لن يدعوا فيها صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امرأة، أخضر ولا يابس، بل البحيرة بأكملها يشربونها. ومع هذا الناس غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. غفلة، له بعد. يأجوج ومأجوج يوشك أن ينهار السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. حذرهم ذو القرنين سيأتي يوم السد ما راح ينفعكم، سيأتي يوم ينطلقون في الأرض، وتخيلوا آلاف السنين محبوسين، آلاف السنين وهم محبوسون في ذلك المكان. ماذا تتخيلون أنهم سيفعلون إذا هدم السد أمامهم؟ ماذا سيصنعون بالبشر؟ أين سيتوجهون في بادئ الأمر؟ ومن سيجابههم؟ وكيف سيكون القضاء على هذه الأمة إذا انطلقت تجوب الأرض كلها؟ يأجوج ومأجوج فتنة من عند الله عز وجل، اختبار للبشر، من سيصبر، من سيتحمل، ومن سيستسلم أمامهم، ومن سيقف في مواجهتهم. خلكم وإيانا نكمل قصة يأجوج ومأجوج لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. جاء في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج وهم يحفرون كل يوم في هذا السد، فيخرقون هذا السد ويصلون إلى مرحلة يوشك أن يهدم هذا السد، فيأتيهم التعب والنصب، فيقول بعضهم لبعض لنذهب وننام ونكمل غدا. خلاص من شدة التعب الله عز وجل يعني يقدر أنهم ينامون، يقول نذهب ونرتاح ونكمل الحفر غدا. ولو أكملوا غدا
لانهار السد كله، لكنهم ما يقولون إن شاء الله. فلهذا إذا استيقظوا غدا وجدوا السد عاد كما كان. لما؟ ما يقولون إن شاء الله، لا يستثنون، ولهذا يرجع السد مرة أخرى. فإذا أذن الله عز وجل أن ينهار السد ويجعله دكاء، إذا أذن الله عز وجل فإنهم يقولون نكمل غدا إن شاء الله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا في اليوم الثاني وجدوا السد كما كان في اليوم الذي قبله، فيحفرون فيجعله الله دكا وينهار السد كله. متى يحصل هذا؟ ومتى ينهار السد وينطلق يأجوج ومأجوج؟ الأحاديث في آخر الساعة تبين أن زمن يأجوج ومأجوج يسبقه زمن الدجال، وبعد الدجال يأتي عيسى بن مريم، وقبل الدجال كان المهدي موجودا. إذن هي أثناء علامات الساعة الكبرى. المهدي ظهر، الدجال خرج، عيسى بن مريم نزل، قتل عيسى بن مريم الدجال، لأنه لا أحد يقتل الدجال إلا عيسى بن مريم. فإذا قتله عيسى بن مريم وفرح الناس وفتح بيت المقدس وفتحت فلسطين التي كان يختبئ فيها الدجال واليهود الذين معه، فيقتلون شر قتلى وينتصر أهل الإيمان وترتفع المعنويات مرة أخرى، ويحكم فيهم عيسى بن مريم وهم في ظل فرحهم، يأذن الله عز وجل أن يقول يأجوج ومأجوج إن شاء الله، فيأتون في اليوم الثاني ويهدمون السد مرة أخرى. فإذا هدم السد وانهار، حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يدعون إنسان إلا وقتلوه، بل لا أخضر ولا يابس إلا وأكلوه، ولا نهرا ولا بحيرة إلا وجففوها وشربوها كلها. يبدأون هم والله أعلم في جهة المشرق من الأرض، يخرجون من تلك البلاد التي الله أعلم بها، فيجوبون الأرض لا يقف أمامهم أحد. يسمع بهذا، يوحي الله عز وجل بهذا إلى عيسى بن مريم. عيسى موجود، ويأجوج ومأجوج خرجوا، عيسى معه جيش الإيمان الذين قتلوا الدجال وأصحابه. لكن الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم: قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لن يستطيع أحد أن يقاتلهم، حتى أنت يا عيسى وجنودك لن تستطيعوا عليهم. هؤلاء يأجوج ومأجوج غير. ماذا نفعل يا رب إذن؟ قال: حرز عبادي، اهرب أنت والمؤمنين. أين يا رب؟ إلى الطور، إلى جبل اسمه الطور. اخرج يا عيسى أنت وأهل الإيمان واهربوا إلى ذلك الجبل. طبعا الآن هم متوجهون إلى جزيرة العرب، يأجوج ومأجوج مباشرة إلى هناك، لأن في هذه الأرض مهبط الأنبياء، في هذه الأرض أرض المباركة وفيها الملاحم وفيها كل شيء، من جنوبها إلى الشام شمالها، هذه الأرض كل أحداث التاريخ والساعة فيها، فيتوجه يأجوج ومأجوج إليها. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم